في نوعيات من الزوجات أو نوعيات من النساء عموما لما ضميرهم بيموت والحقد والضغينة بتملاهم، لكم أن تتخيلوا أبشع الجرائم اللي هنسمع عنها. والمناسبة الجريمة دي حصلت في المنصورة لإنسانة فقدت كل أنواع الضمير والرحمة والأخلاق والآدمية كبشر. بس قبل ما نبدأ يا ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وأسألكم لو دعم مدينة، ونبدأ عشان وقت حضراتكم. الجريمة بدأت بالمعلم نسيم. المعلم نسيم ده كان تاجر خضار، كان ميسور الحال وكان راجل كويس ومحترم وكانت كل الناس بتحبه. معلم نسيم ده كان متجوز واحدة محترمة برضه، كانت برضه في الخضار، بس كانوا قعدوا فترة كبيرة ما يخلفوش. فجت مراته دي لما جت في أواخر أيامها كانت تعبت، فربنا كرمها وحملت، بس الحمل كان شديد عليها، فللأسف خلفت بنت اللي هي نسمة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى افتكرها اتوفت. فجه المعلم نسيم قعد فترة، كانت ليه اخواته بنات كانوا برضه بيرعوها، فجم قالوا له طب انت هتعمل ايه وانت لسه صغير، واتجوز انسانة كده تكون ايه محترمة وتربي لك البيت، وممكن ربنا يرزقك برضه ايه، طالما خلفت يبقى ممكن ربنا يرزقك بالواد اللي بتحلم بيه. فالمهم جه المعلم نسيم ده يدور، فكان في واحدة بتحب مراته، يعني هي كانت صديقة ليها، في نفس الوقت كانت برضه في تجارة الخضار معاهم وفي السوق، وكانت كويسة. ودي كانت برضو مشكلتها انها كانت مطلقة وبرضو ما كانتش مخلفة خالص، ربنا ما كرمهاش بعيال. فقال لك بس انا هاخد دي، لو ربنا ما رزقناش بحاجة يبقى تعتبر دي بنتها، واكتر حاجة هتخاف عليها ليه لانها مش مخلفة، فهتعتبر دي بنتها. دي كان وجهة نظر يعني انه اختارها يعني، وكانت هي كويسة مفيش اي حاجة. فالمهم جه المعلم نسيم جه يكلمها واتفق برضو مع اهلها، وما اهلها كان ناس برضو ايه كويسين وناس تقال برضه، وبالفعل اتفقوا، وهي كانت مبسوطة وكانت بتحب نسيم فعلا لانه كان انسان محترم، وكانت مراته الله يرحمها بتحكي لها عن انه انسان كويس وبيصونها وراجل وعارف يعني ايه بيته مسؤولية. فالمهم جه فعلا اتجوزها وقعدوا فترة واستقروا، بس طبعا ما حصلش حمل، او بمعنى اصح جه بعديها بفترة ب3 سنين لما البنت بقى ابتدت تكبر، بقت 4 سنين كده، جت حملت، بس للأسف حصل لها مشكلة والجنين اللي حملت فيه سقط. فطبعا زعلت جدا، ونفسه ونسيم برضه اتصدموا وزعلوا جدا وبتاع. فكانوا طبعا ما بيأسوش من رحمة ربنا وعايشين كويس، وهي معتبرة البنت بنتها ومهتمية بيها جدا، بتحبها جدا. فجه المعلم نسيم مع الوقت جت اخت من اخواته البنات، فجت قالت له انت ربنا فتح عليك وبقى عندك بدل البيت بيتين اهو، وانت كده محتاج عيل برضه، انت ممكن تتجوز دلوقتي، وطبعا انت خلفت مره ومراتك اللي هي فتحيه سقطت، يبقى انت ما تتجوز وجايز ربنا يرزقك بولد. فجه نسيم فضلت تشغل دماغه، فجت في دماغه زقزقت الموضوع ده. فمين اللي عرف مراته؟ فتحيه. فطبعا في الاول نسيم كان رافض، قال لك لا انا عايش كويس ومرتاح، وبصراحه مراتي فتحيه ما فيش مش مخلياني عايز اي حاجه، وهي كويسه وباذن الله احنا ربنا برضه هيكرمنا. ففعلا جت سبحان الله، جت بعدها بسنه جت حملت وجابت بنت. فطبعا نسيم كان فرحان، بس كان امنيه حياته انه في ولد، يعني هو كان نسيم نفسه يجيب ولد. فلما جت بقى بنت، هي المهم انها خلفت اللي اسمها فتحيه دي، بالنسبه لها البنت اللي خلفتها دي لان قعدت مع جوزها الاولاني حوالي 5-6 سنين مفيش خالص، فبالنسبه لها بقى اللي هي بنتها اللي جابتها اللي هي سمتها بالمناسبه اماني دي، لانها كانت بتتمناها فسمتها اماني. فجت طبعا بالنسبه لها بقت لدرجه ان طبعا بقت بتهتم بيها ومهتميه برضو بنت مراته الله يرحمها اللي توفت، بس طبعا دي بالنسبه لها كانت حاجه تانية. فنسيم طبعا مع الوقت، وهو طبعا أمنية حياته في الولد، فجه ابتدى يفكر في اللي قالته أخته الكبيرة لما قالته ما تشوف واتجوز تاني وممكن ربنا يكرمك بولد برضه. فجيت كان يعرف واحدة من ضمن الناس اللي معاه في السوق، والواحدة دي كانت جميلة قوي، يعني هو ما كانش عايز يتجوزها عشان برضه يخلف بس، لا هي كانت جميلة قوي، وفي نفس الوقت كانت بنت يعني ما كانتش متجوزة خالص يعني. فجه عرض عليها وعرض على أهلها برضه وميل دماغهم وقال لهم انا بصراحة اللي انتوا عايزينه، وانا عندي بيت تاني وشقتها وهكتب لها شقة باسمها في البيت. المهم جيت وافقوا، بس المشكلة في مراتك ومش مراتك، وانت متجوز قبل كده، ومراتك فتحية دي احنا عارفينها، مش عارف هنقول لها ودي تقدر تعرفها. فالمهم قال لها ما احنا مالكوش دعوة،
وانا اقول لها. فرفضوا اللي هي فتحيه ما تعرفش، شرطنا انها تعرف، بحيث لازم يكون على نور. ما ينفعش ان انت تتجوز بنتنا على سنه الله ورسوله من ورا مراتك. لو عايزها تقول لمراتك، ومراتك ايه تكون راضيه بالامر الواقع، خلاف كده لا. فالمهم نسيم مش عارف يعمل ايه. فتحيه يعني لسه مخلفه بنت عندها سنه، وعنده بنته التانيه اللي هي من مراته الله يرحمها، فمش عارف يفتحها ازاي في الموضوع ده. فالمهم جاء قعد فتره حوالي سنه كده وهو برضو مع التانيه مش عايز يسيبها اللي هو نفسه يتجوزها دي، وفضل ايه يطلع يتكلم في موضوع ما ربنا كرمناش، نفسنا بقى في ولد. دون اعمل ايه هو بايدي ما انت عارف. فجأة جايب صنعة لطافة كده في مرة وهم قاعدين، قال لها بصراحة أنا في إنسانة وأنت عارفاها، هم ناس محترمين وناس طيبين جدا، وأنا بصراحة قررت وحاسس ان ربنا هيكرمني من البنت دي بولد باذن الله، فما تزعليش، وانت برضو على دماغي من فوق، وانت كل حاجه، وبناتك دي هي بصراحه كل حاجه. فالمهم الست طبعا اسمها فتحيه دي سمعت اتجنت، قالت ازاي بعد ده كله؟ ده انا خلفت لك جبت لك بنت اهي، وانت عندك بنتك برضو. قال لها بصراحه انا نفسي في ولد وهموت على ولد يحمل اسمي، وانا حاسس ان ربنا هيكرمني لو اتكلت على الله واتجوزت الإنسانة دي. طبعا فتحية من إنسانة بتكن له كل حب واحترام وشايفة طلباته وبتحبه وبتحترمه، لقتلة بقت كتلة من الحقد والنار والضغينة بطريقة رهيبة. ليه بقى؟ لسببين يا جماعة. أولا فتحية دي ما كانش اتجوزته عشان خاطر برضه هو طيب بس، لا، اتجوزته عشان خاطر معاه فلوس، عشان غني. اتجوزته عشان عارف ان هي ممكن يبقى لها نصيب في الكحكة، خصوصا ان هو ايه ملوش حد، يعني هو اللي ملوش الا اخواته بس، وهي كانت هتورث لو حصل اي حاجه يعني. فطبعا لما جابت البنت بسطت اكتر وفرحت اكتر، لان ايه بقى لها بقى ورث رسمي، بقى لها ورث وبنتها كمان. طبعا لما حصل طبعا قرر ان هو وصمم ان هو يتجوز اللي هي الانسانه اللي هي بالمناسبه لما عرفتها اتجننت اكتر. ليه بقى يا جماعه؟ لان عارفه انها جميله وعارفه انها حلوه وفي نفس الوقت متعلمه. اللي هي فتحية دي ما كانتش متعلمه قوي يعني. فالمهم هي قالت له لا، او صممت، فهو صمم وقال لها يا بعد عنك، وانا كده كده واخدها في البيت التاني. بالفعل جه اتجوزها. وكانت الصدمه الاكبر يا جماعه لما جت حملت فعلا وعرفت ان هي حامل في ولد، لما عملوا ايه سونار واكتشفوا انها حامل في ولد يعني. فالمهم جت ركبها بقى مليون عفريت، قالت بس ده هيقش كل حاجه، والواد ده هيقش كل حاجه، وانا كده مش هيبقى لنا اي حاجه، ولا انا ولا بنتي. فالمهم فتعمل ايه؟ وما تقدرش تعمل معاها حاجه، لان اولا بعيده عنها، ثانيا انا عارفه ان عيلتها ناس برضو محترمين وناس طيبين وناس في السوق برضو. فجت قالت انا لازم احرق قلبه، لان كان رغم ان هي حملت في ولد كان روحه وكيانه كله في بنته اللي هي بنت مراته اللي ماتت دي، لان كان بيحبها جدا جدا، لانه هو كان بيحب مراته فعلا اللي اتوفت، لانه قضى معاها العمر كله وخدتها معاه من الصفر وكافحت معاه. فهو بيحب بنتها دي نسمة عشان خاطر كناية عن امها يعني اللي اتوفت. فجت تعمل ايه؟ فقالت والله انا مش هسيبك. فتقوم جايه. وشوفوا يا جماعه، ولكم ان تتخيلوا لما ست ضميرها بيموت وبيركبها الحقد والضغينه واللي زي دي، الشيطان ما يعني ايه زي ما بتقول ما بيوسوس. ده يا جماعه الشيطان يلبسها، ده الشيطان ركبها كمان. انا اسف بس ده المعنى الحرفي اللي عملته ده. تقوم جايه مفكره ان تحرق قلبه على بنته اللي هي مرات الست الله يرحمها اللي كانت صاحبتها، وفي نفس الوقت عايزه تقتلها وتخليه تتهم ان هو موتها عشان خاطر لما مراته التانيه حملت. فالمهم خططت وقالت ان هي طلع البنت، وكانت طبعا ابتدت تبقى 5-6 سنين، كبرت، طلعها فوق السطح عشان تنشر او عشان اي حاجه كده تعملها، تاكل فراخ او تنشر غسيل، وخلت هو موجود في البيت. وعملت وقالت انها تروح تجيب حاجه من بره، وفعلا قامت جايه راحه متسحبه وطالعه وواخده بنتها اللي كانت لسه صغيره اللي هي اماني، وقامت جايه الاول طلعت متسحبه وقام جايه رميها من فوق السطح، فوقعت من الدور الثالث في الارض، ما حطتش منطقه، وهي قامت جايه مستحبه، كانت لابسه كده زي نقاب مش ظاهره، وطلعت ومشيت وايه واخده بنتها كده مش باينه. طبعا ناس الراجل جوه الدور التاني سمع زعيق وسمع هجان وسمع ناس بتنادي، فطلع بص لقى نسمة بنت الله يرحمها مراته الاولانيه بتاع معموله واقعه، فطبعا اتخض وجري يبكي، وجم ياخدوها المستشفى. لكن للاسف يا جماعه كان السر الالهي طلع
فالمهم الناس جم من هنا لهنا قالوا طب هي وقعت ازاي؟ فجت التانية وهي بتشهد لما مراته جت من بره، فاول ما شافته قالت له ليه عملت كده؟ ليه سبت بنتك؟ ليه قتلتها؟ فالمهم اتجن، قال ايه لا قتلتها؟ انت اتجننتي او لا انت اتهبلتي؟ بتقول ايه؟ انت بقى عشان انت بتقول لي عشان خاطر مراتك وبتاع وخلفت ولد فعايز تخلص منها، وانت كنت بتكرهها وانت كنت بتعاملها وحش، ليه خلصت من بنتك عشان يعني مراتك التانية حملت في ولد؟ فالمهم طبعا الناس بصوا وصعقوا واتصدموا، وجت طبعا الشرطه لان بقت شبه جنايه كده، وجابوا الراجل وجابوا الست وجت شهدت عليه ان هي مشيت وقالت له انا ماشيه وخليك مع بنتك فوق السطح عشان خاطر ايه؟ بتاكل فراخ، ما تسيبهاش عشان ما تقعش من فوق السطح، لان السطح في حته ما كانتش متصوره، يعني ما في حته ما فيهاش طوب. فالمهم جت شهدت عليه ان هو كان معاها فوق وهي كانت رايحه تجيب شويه حاجات من السوق وجايه، فطبعا الشرطه خدتش كده اعتباطه، فجابوا قال لك فرغ لي الكاميرات في الوقت اللي هي حصل فيه الحادثه دي واعرف لي فيه ايه اللي حصل، حد دخل او طلع من البوابه. وبالفعل جم فرغوا الكاميرات، فبصوا في اللحظه اللي هي بتقع فيها ان في واحده كانت طالعه من جنب البيت او طالعه من البوابه وهي لابسه نقاب وماشيه وشايله زي بنت صغيره في ايديها كده مغطياها برضو بشال. فالمهم يبصوا طب مين الست دي اللي طلعت دي؟ فكله ايقن ان هي الست دي. فلما جت الكاميرات وجم يفرغوا الكاميرات لأبعد درجة ومشي ورا الكاميرات لغاية ما طلعت، اتضح ان هي لما خرجت من الشارع ومن منطقة ومشيت بعيد كده قامت جايه راحه في مكان وخلعت النقاب ومشيت عاديه كده جدا، وابتدت تظهر ان هي كانت فعلا في السوق بره وانها رجعت. وبالتالي طبعا الشرطه جت قبضت على الانسانه الشيطانه، الانسانه الحقوده واللي اسمها فتحيه، اخدت اعدام من اول جلسه. وللاسف اللي زي دي المفروض كانت تترجم 1000 مره. وجي نسيم اخد بنتها، بنت الست الشيطانه اللي اتعدمت دي، ورباها مع ابنه اللي بالمناسبه خلفت له ولد واعتبرتها مراته ان دي بنتها، وربت الاتنين مع بعض. وادي قصه من ضمن القصص، قصه جحود، قصة عدم رحمة، قصة شيطانة مش إنسانة. مستحيل يتقال على دي بشر، مستحيل فعلا يتقال على الأنواع دي بشر من الناس. إزاي حقدها وإزاي سوادها يوصل لها بنت بريئة؟ يعني انت لو كنت أذيتيه في أي حاجة تانية ماشي، لكن إيه ذنب البنت؟ تحرقي قلبه ليه على بنته؟ ليه؟ طب لو هتحرقي قلبه على بنته البنت ذنبها إيه؟ فيا جماعة احنا بنشوف جرايم، حاجات بصراحة العقل نفسه ما بيجي يستوعبهاش. يعني اللي زي دي كانت بتفكر ازاي؟ يعني انت انتقامك وانت بتفكري انك تنتقمي منه كان ازاي تفكيرك؟ ايه تفكيرك؟ يعني احنا هنقول ايه؟ بصراحة ما فيش اي كلام يتقال في جرائم زي دي، بس كل اللي يتقال يا جماعة ان هيهات لان جريمة زي دي تبقى كاملة. ما فيش جريمة كاملة يا جماعة. لا اي انسان بيسول له نفسه انه يفكر انه يسرق، انه يقتل، انه يغتصب، انه يعمل اي شيء غلط، مستحيل ان جريمه تكون كامله، بالذات لما تكون ازهاق روح. مستحيل في ازهاق الروح تلاقوا جريمه كامله، لازم تتكشف. لو عدى برضه هتتكشف، مهما حصل لازم هتتكشف. بس وريت يا جماعه نشير المحتوى ده عشان الناس تعرف وتتعظ، تفهم ان في ناس مش ناس ولا بشر، والله ليس ببشر، هم بشر اسم بس، لكن انهم اسوأ من الشياطين كمان. واللي وصل معانا لغايه هنا يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واسالكم لايك دعما لينا، واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.